السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة فرونسي أنون. رغم أن الشاعر يقول أنجو بحياتك من هذه اللغة المعقدة، إلا أن الخيار لك تماما، إما أنك تنجو بالهرب وإما أنك تتعلم الفرنسية على أصولها. أصدقائي الصامدون، مرحبا بكم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية تماما كما تمنيت أن أتعلم أنا شخصيا. سلام. اليوم سنتحدث عن أمر يخص الكل. إن كنت طالبا فالرياضيات ستمتحن فعلا صبرك بها وبعدة أشكال. تعتقد أنك نجوت لأنه لا علاقة لك بالرياضيات؟ لكنها تفاجئك في أي تخصص حتى، لأنه لا بد وأن تحدثك من خلال نتائجك. لكن أنا لا أدرس، أنا موظف الآن. تعتقد أنك نجوت، لكنها هنا مرة أخرى، فهي تتواصل معك كل شهر لتعلمك بالضبط عن أجرك. أتدرين، أنا لست طالبا ولا عمل لدي حتى، وتعتقد أنك نجوت؟ حسنا، هل لك أن تخبرني كم الساعة الآن؟ ما علاقة الساعة؟ أخبرني. إنها الخامسة عدد، أليس كذلك؟ الأعداد، نعم، إنها بكل مكان. كم شخص دعوت لحفل تخرجك أو حفل زفافك؟ عدد. كم تتقاضى في الشهر؟ عدد. ما هي نتيجة امتحاناتك؟ عدد. كم أريد من المال؟ عدد. كم مرة سافرت إلى اليابان؟ 0، لكنه عدد. نعم، الأعداد والأرقام فعلا بكل مكان، في كل موضوع وفي كل مجلس حتى. تعرف تقولها بالفرنسي؟ أثبت، وإلا فابقى معي لتتعلم. Les chiffres et les nombres. Les chiffres et les nombres. الأرقام والأعداد في اللغة الفرنسية. معلومة أو سؤال: Quelle est la différence entre un chiffre et un nombre? Quelle est la différence entre un chiffre et un nombre؟ يعني ما هو الفرق بين الرقم والعدد؟ Un chiffre est un... لا، خليني نجاوبك بالعربي أفضل باش تكتسب المعلومة. العدد هو كمية أو مفهوم يدل على مقدار. الرقم هو رمز واحد نستخدمه عادة لكتابة الأعداد، وبالتالي عندنا 10 أرقام فقط اللي هي من 0 إلى 9. كيف نقولها بالفرنسية؟ ردد معي: 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9. نواصل. نشوف الآن الأعداد من 10 إلى 20. 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20. كيف نقول العشرات؟ ردد معي: 10 10 10 20 20 20 20 30 30 30 40 40 40 50 50
50 ستون 60 70 70 80 80 90 90 حسنا فهمت حتى ال60 لكن بعد ال60 بدأت الغرابة تسيطر على الموقف أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه قبل ال60 إذا لاحظت العشرات مشتقة دايما من الأرقام يعني مثلا 30 مشتقة من 3 بالفرنسية 30 مشتقة من 3 40 مشتقة من 4 50 من 5 60 من 6 لكن بعد ال60 يعني ابتداء من 70 كأن الأمر أصبح حساب رياضي بالضبط. لماذا؟ لأنه 70 ما قلناش 70 قلنا 60 كي نجي نحلل الكلمة 60 تعني 60 10 تعني 10 بحساب رياضي 60 زائد 10 تعطينا 70 كذلك 80 قلنا 80 يعني 20 4 مرات وحتى 90 اللي هي 90 20 4 مرات زائد 10 اللي حصل علمك على كل لتسهيل الأمر احفظها عن ظهر قلب ولا داعي لتبدأ بالحسابات لأنه إذا كنت مثلي أنا تحب تحليل الكلمات الأعداد بالفرنسية راح تحولك من شخص جاي يتعلم لغة إلى إنسان يقوم بالحسابات والغرض لا غرض فقط لفهم الأمر. حفظنا الأرقام من 0 إلى 9 حفظنا أيضا العشرات الآن كيفاش نقول الأرقام اللي بين العشرات مثلا 21 37 45 إلى آخره. إذن نبسط الأمر مرة واحدة مفيدة وسهلة للتذكر. فيما يخص الأعداد اللي تجي بعد 20 30 40 50 أو 60 يعني راني نحكي عن الأعداد من 21 إلى 29 من 31 إلى 39 من 41 إلى 49 من 51 إلى 59 من 61 إلى 69 كيفاش نركب وكيفاش نقرأ هذه الأعداد؟ ببساطة نبدأ بالرقم 1 يعني نحكي على 21 31 41 51 61 كيفاش نشكل هذه الأعداد؟ نحط رقم العشرات مثلا 20 30 40 أو 50 أو 60 نضيف كلمة A التي تعني واو بالعربية ثم الرقم 1 فيصبح العدد مثلا 21 كيفاش نقول رقم العشرات هو 20 20 نزيد كلمة A الرقم 1 نقراها بالوصل 21 31 نفس الشيء 31 يعني هي 30 et 1 كي نقراها بالوصل 31 41 41 51 51 61 61. إذن ماذا عن الأعداد من 2 إلى 9 يعني من 22 إلى 29 من 32 إلى 39 هنا كيفاش نركب العدد؟ نخلي رقم العشرات كما كان ونضيف الأعداد من دون ما نزيد كلمة A 22 كيفاش تصبح 22 23 23 24 24 في الثلاثينات نفس الشيء 32 32 33 33 37 37 في الأربعينات نفس الشيء في الخمسينات نفس الشيء وفي الستينات نفس الشيء. نزيد أمثلة من 40 مثلا 44 44 52 52 57 57 63 63 69 69. لاحظ خليت رقم العشرات ونضيف الرقم مباشرة. نروح الآن للأعداد اللي تجي بعد 80 يعني من 81 إلى 89. علاش رحت مباشرة لل80؟ لأنه الأعداد تشبه في التركيب تاعها للأرقام اللي كنت نحكي عليها أو للأعداد اللي كنت نحكي عليها. يعني مثلا 81 تصبح 81 فقط ما نزيدش كلمة A يعني 81. 82 82
83 83 إلى آخره. يعني الاختلاف الوحيد فقط ما بين 81 اللي ما فيهاش حرف أو كلمة A. نرجع الآن للسبعينات أو الأعداد اللي تجي بعد 70، 71 72 إلى غاية 79. قلنا 70 بالفرنسية هي 70 60. 71 إذن تصبح 71. واش درنا هنايا؟ 60 خليناها كيما كانت أو على حالها، 10 رجعناها 11 يعني 10 رجعت 11، وحسابيا 60 زائد 11 تعطينا 71. إذن كيفاش نركب؟ تصبح 71. لاحظ هنا ضفت كلمة A اللي تعني و. 72 تصبح 72 مباشرة. 72 تصبح 72. 73 73. 74 74. 75 75. 76 76. 77 77. 78 78. 78. 79 79. نشوف الآن كيف نركب ونقرأ التسعينات، يعني من 91 إلى 99. النظام يشبه شوية النظام السبعينات، لكن كاين اختلاف بسيط. 71 قلنا هي 71. 91 هي 91 فقط، مكاش كلمة A. ثم 92 93 إلى غاية 99 نواصل بعد كلمة 11 تجي 12 13 14 إلى آخره، فتصبح 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99. وبهذا الآن نكون قادرين نحسب من 0 إلى 99. نزيد بعض المفردات المهمة: 100 100 100 ألف 1000 1000 مليون 1 مليون 1 مليون. كان هذا درس آخر في تعلم اللغة الفرنسية. الباب لآرائكم يبقى مفتوح كالعادة عبر التعليقات. إلى أن نلقاكم في المرة القادمة. سلام.